خوتي خواتاتي المتتبعين المتتبعات ديالي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم، عرفت الساحه الفنيه في هذه الايام القليله الوفاه ديال واحد العدد ديال الفنانه، منهم كوميديين ومنهم ممثلين ومنهم مغنيين. فكان أول الوفيات يعني في هذه الأيام القليلة الكوميدي عبد الرؤوف، اللي يعني تحف الشعب المغربي بزاف ديال المواضيع الكوميدية، وكان كيضحك الصغير والكبير، فهو عملاق الكوميديا. وكانت الكوميديا ديالو متميزة. من بعد فقدنا الممثلة خديجة أسد، وما أدراك ما الممثلة القديرة خديجة أسد، اللي أعطت الكثير والكثير، وكانت دائما رفقة الزوج ديالها اللي توفى هذه سنتين بمرض السرطان. وحتى هي كانت في هذه الأيام الأخيرة تعاني من مرض السرطان. فبجوج كانوا قد كيقدموا للجمهور المغربي واحد يعني واحد اللوحات فنية ومسلسلات، ومن أشهرها مسلسل لالا فاطمة، لا في الجزء الأول ديالو ولا في الجزء الثاني، حيث كانوا المغاربة كلهم متبعينه، وكانوا حتى بعض البلدان العربية حتى هما متبعين المسلسل ديال لالا فاطمة، اللي لقى واحد النجاح كبير وكبير بزاف. وحنا باقين تحت تأثير الصدمة ديال الفقدان ديال هاد العمالقة الفن اللي ذكرتهم، سواء عبد الرؤوف أو خديجة أسد. والآن يعني كنتصدموا بالوفاة ديال الممثل، ماشي الممثل عفوا، المغني الفنان الغاوي، اللي أطرب الجمهور ديالو، واللي كل شيء كيقول بأنه يعطى الكثير والكثير من الأغاني. وكان واحد السيد اللي يعني محبوب وكيبغي الجميع، وكان متواضع، ويعني خسرته الساحة الفنية، وخسرات هاد الفنانين اللي ذكرت كلهم. ف يعني ما بقاوش عندنا واحد العمالقة، يعني بداو يترتبوا واحد تابع الاخر. كون غير خدام من عندهم هاد المدعو طاليس، الخبرة والمواضيع الرنانة، والمواضيع ذات أسلوب نقي ويعني فعال وهادف. فرحم الله هاد الفنانة هاد الممثلين، وأسكنهم الله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يصبر العائلات ديالهم، والله يرحمهم ويوسع عليهم. يلا، السلام عليكم.